اهو احنا نصحى الصبح نقضيها سكرول هنا وهنا وهنا، مسجات هنا وهنا وهنا، باظ اليوم، شكرا، كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم. يا صباح الفل وحلقه جديده من وانت نازل الصبح. ومعلش اعذروني، عندي سؤال واحد هساله واسيبكم. اول حاجه عملتوها ايه النهارده لما صحيتوا من النوم؟ مسكنا الموبايل، يلا نشوف هوب الواتساب، نشوف جروبات الشغل، نفتح انستجرام، نتفرج على 15000 ريل. شكرا، كلنا بنعمل الموضوع ده. فلو انت حضرتك اجابتك او حضرتك اجابتك فانت مش لوحدك او انت مش لوحدك، احنا معظمنا بيعمل نفس الحاجه. بس الفكره كلها ان احنا ما بنعملش ده عشان احنا صاحيين ناويين نعمل ده. هي الفكره ان احنا اتعودنا، الموبايل بقت اول حاجه احنا ايدينا بتروح عليها قبل ما حتى الواحد يفتح عينيه. انا بجد انا بعمل كده، اول ما افتح عيني انا عارف مكان الموبايل فين. هنا في مشكله، هنا في مشكله. المشكله دي واضحه؟ لا مش واضحه. ان احنا اول ساعه في اليوم بتاعنا، اول ساعه في يومنا، هي مش ساعة عادية خالص. يعني ساعة مش زيها زي أي ساعة. دماغنا في الوقت ده بتبقى في أنظف حالة ليها، في أجمل حالة ليها. لسه مفيش ضغط، مفيش ستريس، مفيش مشاكل، مفيش قصص، مفيش حوارات. دماغنا فاضية، الدماغ جاهزة عشان تستوعب وتبتدي تتلقى الحاجات اللي هتحصل على مدار اليوم. وهنا بقى بيجي السؤال، احنا بندي الوقت ده لمين؟ بندي الوقت ده لرسائل ناس تانية، قصص بقى مش مهم نسمعها، اخبار مش عارف عاملة ازاي، مش هتفرق اصلا في اليوم، كونتنت ناس تانية عملته عشان تبيع لك حاجة، اللي يقول لك افتح شوف مش عارف، بص دي 5 حاجات هقول لك عليهم مش عارف ايه، وفي الاخر انت بيقول لك والله تعالى اشتري الكورس بتاعي. قصص كتير قوي، حاجات كتير قوي بندخل نفسنا فيها اول ما نصحى من النوم. فانت شكرا، اول قرار انت خدته الصبح انك بتدي عقلك ودماغك لحاجه تانية. يعني لو جينا حتى فكرنا فيها، ان انت لو في واحد كل يوم الصبح بيجي يقعد جنبك اول ما تصحى من النوم، يمسك ودانك لوك 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 ويبدا يحكي لك ويقول لك مشاكله واخبار الناس والاعلانات ورايه في كل حاجه، وشايف القرار اللي مش عارف ايه هتعمل له ايه؟ رد فعلك تجاهه هيبقى ايه؟ ده بالظبط اللي بيعمله التليفون فينا كل يوم. ده مش معناه طبعا ان الموبايل وحش، ما احنا برضو خلينا عاقلين، يعني ما احنا لازم نستعمل الموبايل، بس في اول حته كده الصبح، اول حاجه بتعملها الصبح قبل ما الواحد اصلا يبقى صحي، ده وقت محتاجين يبقى بتاعنا. يعني تعالوا نهدى على نفسنا شويه وندي الوقت ده لنفسنا، كواليتي تايم، بس لينا احنا، لدماغنا احنا. ممكن نعمل تجربه بسيطه ونقضي يعني تعالى نبدا بنص ساعه، يا سيدي اول ربع ساعه من غير موبايل، ثم اول نص ساعه، ثم ساعه، ثم يعني الموضوع هيظبط شويه. تعالوا نبدلها باي حاجه، القهوه او الشاي او النسكافيه او ايا كان اللي بنشربه، خده في البلكونه، نفكر كده في اليوم النهارده، نرتب اليوم هنعمل ايه النهارده. تعالوا نتامل في السقف، عارفين تامل السقف؟ تعالوا نجرب الحاجات دي. كل الكلام ده احلى من الواتساب. هتلاقوا ان اليوم بيبدا بشكل مختلف تماما، مش لان احنا عملنا تغيير جذري في الحياه، لا، لان احنا بدانا اليوم معانا احنا كده، نقعد كده نفكر في نفسنا، انا عملت ايه امبارح، طب هعمل ايه النهارده، الدنيا مش عارف ايه، الترتيبات اللي الواحد عارف ترتب يومك يبدا ازاي. على فكره قبل ما ابدا في الحلقه دي دخلت اشوف هل في دراسات او في حاجه بتقول ان هل فعلا ده بيضرنا، او يعني فكره ان احنا نمسك التليفون او نبص على موبايلنا في اول اليوم قبل ما نعمل اي حاجه ده مضر. لقيت ان مضر، بيضر الهرمونات، بيضر التركيز، ليه تاثير على الكورتيزول. في قصص كتير قوي بتحصل عندنا من اول ما بنصحى، لان دماغنا اول ما انت بتفوق انت بتديها التليفون، فانت خلاص دماغك داخله في وضع الاستجابه. يعني ايه استجابه؟ احنا بنرد، بنتفاعل، بنتاثر، كل الحاجات بقى اللي احنا بنستلمها او بكل المسجز اللي بتجيلنا. فبدل ما بنبقى في وضع التخطيط، نقعد كده نبلان، نشوف هنعمل ايه النهارده، نفكر هنعمل ايه النهارده، بنبقى في وضع استقبال او في وضع استجابي. وطبعا دي حاجه مش يعني، هي حاجه مضره جدا 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 لدماغك او لتفكيرك. من خلال قرايتي السريعه ده بيعمل ايه؟ بيأثر على قراراتنا، على المود بتاعنا، على انتاجيتنا على مدار اليوم. وكل ده حصل من اول ساعه. مش هنتخلى عن الموبايل لان هي حاجه مستحيله، بس تعالوا نقول للتليفون استنى شويه معلش على جنب. التليفون مش هيطير، المسجز هتفضل، الاخبار هتفضل، الزنان اللي بيرن تن هيفضل موجود عادي، هو موجود عادي، موجود معاك كل يوم. تعالوا بجد نهدى على نفسنا شويه وناخد نفس كده عميق، نشوف ونقعد نفكر مع حالنا لوحدنا، نشوف هنبدا يومنا ازاي. بتمنى لكم ايام جميله. كان معاكم محمد ابراهيم، واشوفكم في حلقه جديده من وانت نازل الصبح.